مسا على كل عشاق دحيح الافلام. فيلمنا النهارده اسمه جيمانجي، وبيحكي عن لعبه اللي بيلعبها بيتحبس جواها وبيكون شخصيه فيها وبيلعبها بنفسها، ولكنه لو مات فيها 3 مرات بيموت للابد. ما تيجي نشوف. بيبدأ الفيلم في الماضي مع واحد اسمه جاك، وجاك ده وقتها كان بيلعب ويجري على البحر في الساحل بعد ما قدر يطلع اخيرا علشان يروح يبلبط في المية. وقتها لما كان بيلعب بيشوف في لعبة اسمها جومانجي على الشاطئ، وطبعا جاك قرب منها بدافع الفضول وطلعها من الرملة اللي كانت مدفونة فيها وهو متحمس يعرف هي عبارة عن ايه. وبما ان جاك فضولي فطبيعي يجيب الخوازيق لنفسه، ولما رجع البيت قرر يسلم الخازوق لابنه أليكس، وأليكس بياخد من ابوه لعبة جومانجي، ولكنه وقتها اللعبة ما كانتش عاجباه علشان كان شايف سنه كبير وان اللعبة اللي من النوع ده ما بقتش موجودة خلاص. وهنا أليكس ما تمش خالص بلعبة جومانجي، وخدها وحطها فوق الدولاب وكمل لعب على الجهاز بتاعه. ولكن لما بيجي الليل وأليكس نايم، وهنا قلق أليكس من نومه على ضوء لونه أخضر خارج من لعبة جومانجي، واول ما بيفتح عينه النور بيختفي، وفضل كده فتره لحد ما فهم ان النور جاي من اللعبه جومانجي. وهنا بيلاقي في شريط موجود فيها وبيقرر يلعب اللعبه دي دلوقتي وهو متحمس، ولكن المنحوس اول ما بيفتح بيظهر نور اخضر قوي في الاوضه بتاعته اكبر من الاول. وبعد كده سنين كتيره بتعدي وبنروح للحاضر، وده بنشوف الطالب الدحيح اللي اسمه سبنسر. وسبنسر كان بيساعد فريدج في الواجبات والمقالات بتاعته اللي هو بيكتبها علشان البي ما كانش بيحب يتعب نفسه. وبعد كده لما بيكونوا في وقت المدرسة بيعدوا على بيت اسمه البيت المخيف، وبيدخلوه وبيتقابلوا هناك، وده كان بيكون بيت أليكس ولكن بعد 20 سنة. وبعد كده بيروحوا مع بعض المدرسة وبينزلوا درس الرياضة، وبيفضلوا يجروا في الملعب وهم مش قادرين حتى يتحركوا من مكانهم. وقتها كان في واحدة في الدرس اسمها مارسا، ودي تم عقابها بانها تفضل الليلة دي في المخزن علشان تظبطه بسبب انها شدت شوية مع المدربة بتاعتها، وكانت قليلة الادب معاها، وده كله لانها مجنونة بالدراسة والادب وما كانش بيهمها ولا بيفرق معاها اي دروس تانية، وكانت دحيحة بامتياز. وبعد كده بيروحوا الفصل، وهناك المدرسين بيكتشفوا ان فريدج سرق كل الابحاث والتقارير من سبنسر. لما قارنوا بين اسلوبهم مع بعض علشان كده قرر المدرس يعاقبهم هم كمان، وبالتالي هينضموا لباقي الطلبة المتعاقبين وهيقضوا ليلتهم في المخزن. وكملت معاهم بيسان الشقية، وتم عقابها هي كمان بسبب انها كانت ماسكة الموبايل بتاعها في الدروس للنهار، وكانت مجنونة بالسوشيال ميديا ومش بتركز ولا في شرح ولا في اي حاجة تانية غير الولاد والشط. وبعد كده كلهم اتعاقبوا مع بعض انهم هيمسكوا المخزن يظبطوه، والمدرس المسؤول خدهم بنفسه لحد المخزن علشان محدش يهرب ولا يخلع. وقتها الجو في المخزن كان ممل، وهم ما كانوش طايقين نفسهم لان المخزن كان مليان كراكيب وبهدلة، وكلهم كانوا واخدين على النزاهه وما لهمش في اي تعب، علشان كده حاولوا يعملوا اي حاجه تعدي الوقت بتاعهم بسرعه علشان ما يحسوش بملل لحد ما يجي الصبح وتخلص العقوبه. وحاولوا يتعرفوا على بعض، وكلهم كانوا حذرين جدا من بعض. وقت ما كانوا هناك بياخدوا بالهم من لعبه جومانجي الموجوده وسط الكراكيب، وان بياخدوها بيقرروا يلعبوا مع بعض. وبعد كده بيشغلوا اللعبه على التلفزيون القديم الموجود عندهم في المخزن. ووقتها اللعبه لما بدات كان فيها 5 شخصيات، وكل واحد منهم كانوا المفروض يختار شخصيه علشان يلعب بيها، ولكن شخصية الطيار كانت ممنوعة حد ياخدها لان كان في حد مختارها بالفعل. بعدين كل واحد بيختار لنفسه شخصية، وفجأة اللعبة بتتهز والمكان كله بينور اخضر حواليهم وبيتهز بشكل كبير جدا. وهنا سبنسر بيحاول يفصله بما انه الجينيوس بتاعهم، ولكن فجأة كلهم بيتشفطوا جوه اللعبة وهم هيموتوا من الرعب. وبعدين بيفوقوا كل واحد فيهم بيكون خد شخصية مختلفة عن التاني، زي سبنسر اللي بقى دكتور بريفستون، وكان شكله جسمه اتغيره تماما وبقى ضخم جدا لدرجة انك لو شفته هتقول هو ليه عامل نفسه الروك كده. بس عزيزي الدحيح احب اقولك انه ما كانش عامل نفسه الروك، لانه فعلا اتحول وبقى الروك وهو كان مستغرب نفسه. وبعد كده باقي اصحابه كلهم وقعوا جنبه، وكل واحد كان هو كمان في شخصية مختلفة. ومارسا كانت في شخصية روبي المستكشفة وبتاعت حركات الاكشن وبنت عم جاكي شان، وبيساني كانت في شخصية دكتور شيلي، وفريتش كان في شخصية دكتور فرانكلين. وبعد ما كان ضخم الحل اتشقلب بيه وبقى قزم. وبيساني كانت في شخصية راجل وقتها، وكانت مرعوبة لما شافت نفسها اتحولت لراجل.
وده كان بسبب انها بتهتم بشكلها جدا. فتخيلي عزيزتي الدحيحة تصحي في يوم تلاقي نفسك راجل بدقن. وقتها كلهم كانوا مرعوبين ومش عارفين ولا قادرين يفهموا اللي حصل ليهم، ولكن سبنسر قرفوا منهم شكلهم كده دخلوا جوه اللعبة بجد وظهروا على هيئة الشخصيات اللي هم اختاروها. ونبا الثاني كانت هتتجنن لما عرفت انها بقت راجل، وجريت بسرعة تبص في البحيرة وصرخت لما شافت نفسها بقت راجل عجوز بدقن كبيرة جدا. بيلاحظوا كلهم ان في 3 خطوط على هيئة وشم مرسومين على ايديهم، وهم مش فاهمين معناه ولا عارفين مين اللي رسموا ليهم. وهنا دكتور شيلي بيصرخ وبيعرفهم انهم محبوسين في لعبه ولازم يخرجوا، وفجاه بيطلع من وراه فرس النهر وبياكلوا في لمح البصر. وبعد ثواني قبل ما بيعيطوا عليه بيلاقوه نازل تاني من السما ولسه عايش. وهنا دكتور فرانكلين بيبدا يشرح ليهم مهارات فرس النهر وقوته الهجوميه الكبيره، وهو مش فاهم جاب المعلومات دي منين، وكلهم كانوا مستغربين وهو كمان. وهنا بيفهموا انه خد كل صفات الدكتور اللي هو واخد شخصيته، ومنها علم الحيوانات. وهنا بيرجع فرس النهر من تاني وبيبدا يطاردهم كلهم وبيطلعوا يجروا. ودكتور فرانكلين كان بطيء جدا بسبب انه شبه الاقزام ورجله صغيره قوي. وبعد كده بيشوفوا عربيه شبه عربيات الادغال اللي وقفت قدامهم، وبيركبوا كلهم بسرعه مع واحد من غير ما يعرفوا هو مين. وبعد ما ركبوا السواق عرفهم بنفسه، كان اسمه وقتها نايجيل. ونايجيل هنا بيتكلم وبيعرفهم بكل حاجه في اللعبه وبشخصياتهم، ولما بيحاولوا يتكلموا معاه بيلاقوه بيكرر نفس الكلام اللي قاله في الاول. وهنا بيفهموا انه شخصيه وهميه في اللعبه بتعرفهم بتفاصيل اللعبه بس، وانه مش حقيقي. واتكلم نايجل عن شخصية كل واحد فيهم، وقال لهم ده يكون رافستون، وده مستكشف عالمي دولي ومشهور ومعروف بقوته الكبيرة وشجاعته. وكمان روبي اللي كانت فتاة القتال بتاعتهم وكانت عندها خبرات كتيرة وكبيرة في القتال. ودكتور شيلي اللي كان خبير الخرائط والغابات كلها. ودكتور فرانكلين بقى يكون عالم في علم الحيوانات وفاهم كل حاجة عن الحيوانات والحشرات وليه خبرة كبيرة في الغابات. وكمان نايجل بيكمل كلامه بيعرفوا انهم لازم يشيلوا اللعنة من على الغابة علشان يقدروا يخرجوا من اللعبة. وكمان عرفهم ان كل معلومات اللعبة موجودة في جيب دكتور برافستون. وفجأة بتظهر الرسالة في ايد دكتور برافستون وبيفتحها وبيبدأ يقرا اللي فيها، وكل اصحابه مندهشين زي ما يكونوا محدش لسه قادر يصدق اللي حصل معاهم. وهنا دكتور برافستون بيمسك الرسالة وبيقرأها علشان يعرف التعليمات. والرسالة بتتكلم عن دكتور راسيل اللي كان بيدور على تمثال النمر الأسطوري علشان يعمل عليها أبحاث كتيرة. من ضمن الأبحاث بتاعته والتمثال ده كان موجود فيه جوهرة النمر، وهنا سرقها دكتور راسيل وسيطر عليها بدل ما كان عاوزها علشان الأبحاث. ولكن بعد كده قوة الظلام الشريرة سيطرت عليه وبقى بيأذي كل اللي عايشين في الغابة، ونشر سحره الأسود عليها ومفيش حد كان قادر يقف في وشه. ونايجل هنا بيطلع ليهم الجوهرة بعد ما سرقها من دكتور راسيل وبيسلمها لبريفستون. وبعدين طلب منهم نايجل انهم يوصلوا الجوهرة دي لمكانها في التمثال، وبعدها ينادوا باسم اللعبة بصوت عالي. وهي دي بالظبط المهمة المطلوبة منهم علشان يقدروا يخرجوا من اللعبة. لو ما عملوش كده مش هيرجعوا العالم الواقعي بتاعهم تاني. وبعد كده سلمهم خريطة ترشدهم في طريقهم وهم في الغابة، وعرفهم ان طريقهم هيبدأ من اول السوق علشان يلاقوا الجزء الناقص في الخريطة. وبعدين بيمشي وبينزلوا هم. وهنا دكتور برافستون بيسلم الجوهرة لدكتور فرانكلين بسبب انه الوحيد اللي معاه شنطة كبيرة يشيلوا فيها كل المهمات بتاعتهم. وبعدها بيمسك الخريطة وبيكون في جزء مفقود ومش موجود، والجزء ده كان هو باقي الخريطة اللي المفروض توصلهم لتمثال النمر. ومحدش وقتها كان قادر يشوف الخريطة غير دكتور شيلي بسبب انها عالمة خرايط. وفي الوقت ده كان دكتور برافستون كان بيحاول يدور على اي موبايل معاه علشان يعرف يكلم اي حد، ولكن بيتفاجأ انه مش معاه موبايلات ولا اي حاجة من ادواته الشخصية. ولما بيلمس صدره بالصدفة بيلاقي فيه وصف طلع بيوضح ليه نقاط القوة والضعف بتاعته اللي هو بيملكها. واول ما شاف دكتور برافستون مهاراته وشخصيته فرح جدا، ووقتها كان بيكون اقوى واحد فيهم وما عندوش ابدا نقطة ضعف، وبيمتاز بالشجاعة والقوة والعنف والسرعة الكبيرة. وهنا روبي بتشوف شخصيتها وبتطلع بتمتاز بالضرب والعنف والقتال، وكمان القتال بالرأس، ودي حاجة كانت هي الوحيدة المشهورة بيها. ونقطة ضعفها الوحيدة كانت هي السم. ودكتور شيلي وقتها كان بيمتاز بعلم الخرايط والذكاء وعلوم تانية مختلفة، ونقطة ضعفه الوحيدة انه بيتعب بسرعة ومش بيقدر يعمل اي مجهود، وده طبعا بسبب كرشه. ودكتور فرانكلين كان بيمتاز بعلم الحيوانات ومعاه شنطة مليانة اسلحة كتيرة هيحتاجوها في مهمتهم. ونقاط ضعفه كانوا اكتر من نقاط قوته، ووقتها كانوا الكيك والسرعة والقوة والشطرنج. وقتها كان دكتور فرانكلين متضايق جدا لان الحاجات دي المفروض هو بيعشقها، ما كانش فاهم ازاي الحاجات دي هي نقط ضعفه، وكان
وكان متذمر ومش عاجبه اي حاجه خالص في اللعبه. وبعد كده طلعوا الخريطه بتاعتهم، ودكتور شيلي بدات تشوف الطريق اللي المفروض هيمشوا فيه علشان يروحوا السوق، ولكن ما بيكملوش طريقهم، وده كان بسبب ان رجاله راسيل بيطلعوا عليهم فجاه وبيرموا عليهم عدد كبير من الصواريخ وبيطردوهم بكل قوتهم. دكتور برافيستون بيشيل دكتور فرانكلين على ظهره وبيجري بيه بسبب انه بطيء. وبعد كده برافيستون طلب من دكتور فرانكلين يديله اي سلاح من الاسلحه الكتيره الموجوده معاه في شنطته، وهنا بيطلع له قوس خشبي، وهنا الدكتور برافيستون بيرمي القوس عليه ولكنه بيبعد عنهم ومش بيصيب اي حد منهم. ولكن فجاه بيلاحظوا ان القوس بيلف تاني في الجو وبيرجع يصيب كل افراد عصابه دكتور راسيل اللي كانوا بيطاردوهم، ولكن كان في لسه مجموعه بتطاردهم، ودكتور برافيستون بيشيل دكتور فرانكلين من تاني وبيجري بيه وهو على ظهره، وبيوصلوا عند حافه شلال وبينطوا علشان يهربوا من العصابه. وهنا روبي كانت خدت طلقه وبتموت، ولكن بتنزل من السما مره تانيه على ظهر فرانكلين وخدته سوبليكس قلبته على وشه. وهنا لاحظ دكتور برافيستون ان في وشم اتشال من ايد روبي زي ما حصل مع دكتور شيلي بالظبط. ووقتها بيفهم دكتور برافيستون ان كل واحد فيهم عنده 3 فرص حياه، ودول الوشم على دراعاتهم، ولو ال3 فرص خلصوا وقتها ممكن يموتوا للابد. وبعدين بيروحوا السوق وهناك بياكلوا، ودكتور شيلي بيشوف عيش وبياكل منه، ودكتور فرانكلين بياكل خبز هو كمان لانه كان هيموت من الجوع. ولما بيسال الخباز عن مكوناته بسبب انه عاجبه وعاوز يعمله لنفسه بعدين، ولكن هنا الخباز بيعرفوا ان ده يكون اشهر كيك عندهم. وهنا كل اصحابه بيصدموا لانهم عارفين كلهم ان من نقط ضعف دكتور فرانكلين هي الكيك. ودكتور فرانكلين ملامحه اتغيرت ومن كتر خوفه كان هيموت بجد، وفضل مستني انه يموت زي باقي اصحابه اللي كانوا مستنين موته، ولكن مش بيحصل له حاجه. وهنا بيفرح دكتور فرانكلين وبيعرفهم ان اللي حصل لهم ده علشان هم عيال توتو ولكنه نينجا ومش هيحصل له حاجه. وملحقش دكتور فرانكلين يكمل كلامه، وفجاه بيموت دكتور فرانكلين بعد ما انفجر قدامهم وحصل انفجار كبير، لكنه بينزل تاني من السماء وبيقع على الارض على وشه، وبكده يكون خسر فرصه من فرص الحياه بتاعته. وهنا واحد بيروح لدكتور برافيستون وبيطلب منه يمشي وراه، وبياخدهم لمكان فيه خيمه وبيعرفهم ان السله دي فيها تعبان واللي عاوزينه جوه السله ولازم يثقوا في بعض علشان يحصلوا عليه. وهنا كان في طائر تبع راسيل كان بيراقبهم، وهنا دكتور برافيستون بيقرب من الصندوق وبيطلع منها تعبان البامبا السوداء، ودي بتكون اخطر انواع التعابين على الاطلاق، وطلب منهم يثقوا في بعض علشان يلاقوا اللي عاوزينه. وهنا دكتور برافيستون بيغطيها تاني بعد ما كلهم اترعبوا. وهنا بيفتح دكتور برافيستون السله تاني والتعبان بيطلع يهاجم روبي، ولكن بيمسكوا دكتور برافيستون. وهنا بيقرب فرانكلين وبيكسر انياب التعبان علشان يضمنوا السم بتاعه ما يكونش موجود، وبعدها بيلاقوا الورقه في السله اللي هتخليهم يكملوا طريقهم. وهنا شافوا في الورقه تمثال صغير ومكتوب في الورقه اول ما يشوفوا الفيل يتسلقوا على طول. وهنا بيدوروا في السوق علشان يلاقوا الفيل، ولكن هنا بعدها بتيجي عصابه راسيل وبتهجم عليهم مره تانيه، وبعدين بتقوم منهم معركه كبيره لحد ما بيوصل راسيل وبيهددهم بالسلاح. ولكن هنا بيظهر فجاه واحد وبيرمي في المكان قنبله دخان، وده بيكون الولد أليكس اللي راح هنا اللعبه من سنه 1996، وبيكون اسم شهرته الطيار، وبياخدهم في نفق وبيمشوا وراه. ولما كانوا في النفق عرفهم بكل الافخاخ الموجوده في المكان علشان ينجوا بحياتهم ويهربوا منها، وبعد كده بياخدهم الطيار للكوخ بتاعه في نص الغابه، وبيعرفهم وقتها انه موجود هنا لانه باقي ليه شهور كتيره مش قادر يعدي مرحله مهمه في اللعبه بعد ما فقد فرصتين حياه من ال3 اللي عنده. وعرفهم انه دخل اللعبه هنا ومش عارف يخرج منها، وانه فقد فرصه حياه عند المامبا السوداء وعند الطياره كمان اللي مش عارف يسوقها على الرغم من انه هو الطيار. وبعدين طول ما هم ماشيين في الانفاق كان دكتور برافيستون عاوز يتاكد ان الطيار فعلا موجود حي زيهم وانه مش مجرد جزء مساعد وهمي في اللعبه. وان دكتور شيلي قال لهم اكيد الطيار ده هو الجزء المفقود وهو اللي هيساعدنا نعدي اللعبه. وبعدين راحوا عند المرحلة الصعبة، وكان المفروض يدخلوا معسكر تابع لإصابة راسيل علشان يجيبوا منها طيارة تنقلهم عند التمثال اللي هيحطوا فيه الجوهرة علشان يخرجوا من اللعبة. وإن روبي كانت هي اللي هتدخل تشتت انتباه العساكر بسبب راسها لحد ما هم ياخدوا الطيارة. ودكتور شيلي قعدت مع روبي الأول وعلمتها ازاي تقدر تجذب انتباه العصابة وتغريهم لحد ما ياخدوا الطيارة، لأن طبعا دايساني مشهورة بكده من وقت المدرسة. والطيار أكد كلامهم وعرفهم إنها فعلا حلوة
وشبه ممثلة سنة 1996. وهنا برستون خد باله من كلامه وعرفوا انهم مش في سنة 1996 وانهم في سنة 2017 وعدى على وجوده اكتر من 20 سنة. وهنا فهموا ان ده يكون أليكس اللي اختفى من بيته من زمان، وانه طول الوقت ده مش قادر يحس بالوقت لانه كان حاسس كل اللي عدى شهور بس. وروبي بتقدر تشتت انتباههم وهم الباقيين خدوا الطيارة، ولكن بعد كده الطيارة اتصابت بسبب العصابة بعد ما ضربوا عليها نار كتير، وطلب منهم الطيار انه لازم حد يطلع يظبط توائل المروحية علشان الطيارة ما توقعش بيهم، واستعجلهم لانهم لو وقعوا هينزلوا عند قطيع وحيد القرن ووقتها هيتفعصوا كلهم. وهنا برستون بيتطوع، ووقتها كان في قطيع من وحيد القرن العملاق بيجروا ناحيتهم من تحت، وبيعاني دكتور برافيستون وكان هيموت اكتر من مرة لحد ما بينجح في تثبيت المروحية. ولكن وقتها قبل ما يطيروا بتوع الجوهرة من دكتور فرانكلين تحت عند القطيع. وقتها دكتور برافيستون كان شايف ان القطيع بقى يحمل جوهرة وعامل حواليها دايرة، وطبعا صعب حد يقدر ينزل وسطهم لان الجوهرة بالنسبة ليهم مهمة جدا ومش هيتخلوا عنها بالساهل. وهنا دكتور برافيستون بيرمي دكتور فرانكلين تحت عندهم لانه لسه عنده فرصتين نجاة عكس الباقي اللي عندهم فرصة بس، وعمل كده علشان يشتت انتباههم وينجح هو انه يجيب الجوهرة، وبعدها بينجح في الحصول عليها. ولما بينزل دكتور فرانكلين بيطلع يجري، وكل القطيع وقتها بيجروا وراه وهو كان هيموت من الرعب لحد ما القطيع داس عليه ومات. وبيستنى فرانكلين يقع من السماء وبيمسكه قبل ما يقع تاني عند القطيع ويموت للأبد، لأنه وقتها ما كانش باقي عنده غير فرصة نجاة واحدة بس. وبعد كده بيقدروا يتنقلوا للمرحلة الأخيرة، وبتيجي ناموسة رخمة وبتورس أليكس، وبيكون من ضمن نقاط ضعفه هو الناموس. وهنا بدأت آخر فرصة نجاة تختفي منه، وكله كان بيعيط عليه بعد ما مات خلاص من غير ما يكون عنده فرص تاني. ودكتورة شيلي وقتها كانت منهارة علشانه وجريت عليه وباسته علشان تودعه، ولكن وقتها بيكتشفوا ان أليكس أمن تاني بعد ما خد البوسة من دكتور شيلي، واكتشفوا ان دكتورة شيلي فقدت شرطة من فرص النجاة بتاعتها، ونفيهم ان البوسة هي اللي كانت السبب وهي اللي رجعت الفرصة لأليكس من تاني. وبعد كده بيكملوا بحث عن تمثال النمر اللي المفروض هيحطوا فيه الجوهرة علشان يرجعوا بيوتهم، وبعد بحث طويل جدا بيقدروا يوصلوا في الآخر عند تمثال النمر. وهناك كان فيه طائر راسيل بيراقبهم لحد دلوقتي، وبعد كده بيوصلوا عند مكان اسمه ممر المدافعين، وكان فيه هناك ممر خطير جدا لازم يمشوا فيه علشان يقدروا يوصلوا عند التمثال. وهنا بيمسك دكتور برافيستون الجوهرة وفجأة المكان كله بينور، وبعد كده بيشوفوا فيل، وهنا بيفتكروا كلام نايجيل انهم لما يلاقوا فيل لازم يتسلقوا. وهنا بيعرف دكتور برافيستون انه لازم يعدي الممر وهو بينط على الاشجار، وبيستعد دكتور برافيستون للتسلق، وكان عامل نفسه فيها نينجا ولكن بيتكسف قدامهم وبيقع من على الشجرة وبيموت بعد ما اكلته النمور اللي في الممر. وبعد كده بينزل تاني دكتور برافيستون من السماء باخر فرصة نجاة، وبيخططوا مع بعض ازاي هيعدوا الممر بعد ما عصابة راسيل قربت منهم جدا وانهجمت عليهم عصابة راسيل. وقتها راسيل ظهر وكان واخد دكتور شيلي رهينة وبيهدد دكتور برافيستون بالموت وانه هيقتل دكتور شيلي بعد ما ثبتها بالسلاح لو ما سلمش الجوهرة لراسيل. وطلعوا يجروا بعيد، وبعدين ركب فرانكلين على فيل وقدر يعدي من النمور ويخوفها لانه معاه الجوهرة وبقى يتحكم فيها. وبعدها الجوهرة وقعت منه بعيد بعد ما طلعت رصاصة من مسدس راسيل بعد ما دكتور برافيستون هاجمه وكان عاوز يقتله. وهنا روبي طلبت من دكتور برافيستون يتسلق التمثال ويهجب له الجوهرة بسرعة وهتسلمها له علشان ينهوا ظلمه وقسوة دكتور راسيل ويرجعوا هم عالمهم. وهنا استخدمت روبي قوتها وحركتها فإنها تعدي وتوصل عند الجوهرة، ولكن المشكلة إنها كانت وسط تعابين سامة ودخلت وسطهم وقدرت توصل للجوهرة، ولكن راح عندها راسيل. بس هنا روبي عرفته إن من نقط ضعفها السموم، وهنا خلت تعبان يرصها علشان تنزل من السماء وتهرب من راسيل. وهي نازلة سلمت الجوهرة لبراستون اللي خدها وحطها في تمثال النمر، ولكن مفيش حاجة حصلت وقتها. وهنا افتكروا ينادوا باسم جومانجي، ولما نادوا عليها اللعنة اختفت ومات راسيل وانتهى الشر. وبعدين وصل عندهم نايجل اللي كان بيهنيهم، ولما سلم على كل واحد فيهم كلهم اختفوا وخرجوا من اللعبة ورجعوا المخزن من تاني بعد ما فازوا في اللعبة بامتياز. وبعدين جريوا على بيت أليكس علشان يطمنوا عليه ان رجع هو كمان. ولما راحوا هناك عند بيته شافوا ان بيته اتجدد تماما وواحد نازل من عربية. وهنا ده بيكون أليكس وبيتعرف على كل الأربعة اللي كانوا معاه في اللعبة، ولكن وقتها كان عمره عدى 20 سنة، ولكن لما رجع كان في سنة 1996.
ووقتها هم شافوه بعد 20 سنة بعد ما اتجوز وجاب بنته وسماها بايساني. وبعدين سبنسر بيعترف لمارسا بحبه، وبعدين كسروا اللعبة علشان ما ترجعش ويلعبوها مرة تانية. وبيخلص هنا الجزء الأول من سلسلتنا. الجزء التاني بقى بيبدأ بنفس أبطال الجزء الأول، وكانوا وقتها بيتكلموا مع بعض في شات على التليفون. وبنشوف سبنسر وهو شغال في سوبر ماركت ومش طايق ولا نفسه ولا حياته ولا الوضع اللي هو فيه، والمدير في شغله كان بيعامله بشكل وحش جدا. ولما بيخلص شغله بيروح يقابل جده وامه، وجده كان بيعمل مشاكل في البيت ومطلع روح الصيانه زي اي مصري اصيل عندنا يوم الجمعه، شاكوشك ومفكك وما فيهاش نوم. لما بيجي الليل كان سبنسر ما بيعرفش ينام لان جده بالليل بيشغل سيمفونيات شخير وبيفضل يعزف كافه الطبقات الصوتيه بمنتهى السعاده. وسبنسر بيكون ناقص يخلع شعره. وبعد كده سبنسر شاف اتفاق صحابه انهم هيتقابلوا، وكان محتار وقتها يروح ولا لا، وفي الاخر قرر انه يروح. بس سبنسر بالليل كان بيعاني من جده لان شخيره كان بيخرم السقف ويرد في ودنه ويجيب له صرع. وبيقوم سبنسر بالليل وهو زهقان ومش طايق نفسه بسبب الحياه اللي عايشها، لانها ممله وروتينيه ومفيش فيها جديد زي ما كان عايش وقت جومانجي في اللعبه في شخصيه دكتور برافيستون. وفجاه سبنسر بيجي في دماغه يطلع لعبه جومانجي اللي كان خدها من المخزن عنده، وهنا الشيطان لعب في دماغه وهو متحمس وبدا يصلح اللعبه من تاني علشان يشغلها. وبعد كده بيساني ومارسا وفريدج بيقابلوا بعض، وكانوا فرحانين جدا انهم رجعوا من تاني يقابلوا بعض بعد فتره طويله من غير ما يشوفوا بعض فيها. وبعدين في البيت جد سبنسر كان قاعد في البيت لوحده، وبعدين بيجي له ميلو شريكه في الشغل من زمان. وجد سبنسر وقتها ما كانش طايق ميلو لانه عاوز يفض الشراكه اللي بينهم اللي استمرت سنين. وبعد كده اصحاب سبنسر بيقرروا يروحوا بيت سبنسر ويقابلوه هناك، ولكن بيقابلوا جده وبعدها بيطلعوا الاوضه بتاعته. لما بيطلعوا الاوضه بيشوفوا لعبه جومانجي مفتوحه، وهنا بيفهموا ان سبنسر شغل اللعبه من تاني ودخل جواها، وهنا كلهم قرروا يدخلوا جواها علشان ينقذوا سبنسر لانه اكيد في خطوره كبيره جوه اللعبه لوحده. وفريدج وقتها ما كانش طايق نفسه لانه يرجع من تاني في شخصيه دكتور فرانكلين القزم اللي كان بيخليه يعاني معاناه عمره ما شاف زيها في الحياه. ولما دخلوا اللعبه اتفاجئوا ان جد سبنسر دخل اللعبه معاهم هو كمان، ولكنه دخل في شكل دكتور براستون. وكمان شريك جد سبنسر ميلو دخل اللعبه معاهم وكان في شخصيه دكتور فرانكلين. وقتها ما حدش فيهم كان فاهم اي حاجه. لما مارسا شافتهم حاولت تشرح ليهم كل حاجه، وعرفتهم انهم حاليا في لعبه محاكيه ولازم يقوموا بمهمه معينه علشان يخرجوا منها. وبعد كده بيوصل عندهم فريدج ولكن وهو في شخصيه دكتور شيلي، وبيكونوا مستغربين انهم رجعوا في شخصيات مختلفه. وهنا بيقرروا يدوروا على سبنسر بعد ما نزل في اللعبه مره تانية، وكله بيكون مستغرب سبنسر ازاي وصل في شخصيه تانية بعد ما جده خد شخصيته. وبعد كده بيوصل ليهم واحد بطياره كبيره، وده مين يا دحيحه؟ طبعا عمنا نايجل. وهنا بيطلع عمنا نايجل وبيعرفهم ان عالم جومانجي في خطر كبير جدا، وعرفهم بعدها انه بعت ليهم رساله يعرفهم ان يورجن اللي يعتبر اخطر مجرم في العالم كله رجع مره تانية بعصابته الكبيره، وهو ناوي على الشر ويسيطر على كل جومانجي بالجيش بتاعه. وبعد كده فهمهم ان في حاجه في مدينه في جومانجي اسمها عين الصقر، ودي كانت قلاده، والقلاده دي كانت بتوفر لكل جومانجي الاكل والشرب والشمس والميه والطاقه. ولازم الحجر ده يكون شايف الشمس طول الوقت علشان طاقته تفضل شغاله ومفعله، والحجر ده كان لابسه زعيم جومانجي. وانا يورجن واللي معاه خدوا الحجر من الزعيم وخبوه في صندوق، وبالتالي الحجر ما بقاش يطلع في الشمس خالص. وده كان السبب في ان الحياه تموت في جومانجي بالبطيء بعد ما كل حاجه فيها خربت. وعرفهم ان يورجن قدر انه يقتل كل عيله دكتور برافيستون. وبعد كده عمنا نايجل بيكون خلص كل حاجه المفروض يعرفها للفريق علشان المهمه الجديده ليهم، وبعدين بيرميهم كلهم من الطياره علشان يبداوا المغامره بتاعتهم في انقاذ جومانجي. وبعدين بيظهر قدامهم عدد كبير جدا من العربيات الخرده، وهنا بيظهر ليهم نعامه وبيحاول دكتور برافيستون يشيها بعيد، ولكن النعامه هنا بتنقره، بيموت دكتور برافيستون وبيخسر اول فرصه حياه. وبعد كده بيجي عدد كبير من النعام وبيهجم عليهم وبيطلعوا كلهم يجروا بعيد عنه. وفي الطريق مارسا بتشوف عربيه فبتركب فيها هي ودكتور شيلي، ولكن بعد كده بسبب السرعه الزياده فالعربيه بتتقلب بيهم. ولكن بيجي دكتور برافيستون ودكتور فرانكلين وبينقذوهم بسرعه، وبيركبوا معاهم العربيه بتاعتهم وبيدخلوا يركبوا العربيه بتاعتهم علشان يكملوا هروب. وبعدين روبي بتبدا تظهر القوه الخارقه بتاعتهم علشان تقدر تعرف نقاط ضعف كل واحد فيهم، واللي بيكون اختلفت عن المره اللي فاتت. لما بيشوفوا القوه الخارقه بتاعتهم بيعرفوا انها تغير
اتغيرت وما بقتش زي الاول. وبعدين دكتور برافيستون بيحاول يقعد مع دكتور فرانكلين اللي بقى عنده مهاره انه عالم لغويات وبيتصالح معاه وبينسوا اي خلاف كان بينهم وقت ما كانوا في البيت، وعرفوا انه محتاج يرتاح من الشغل لانه بقاله سنين كتيره شغال وخلاص هو تعب. ولكن دكتور برافيستون اللي هو جد سبنسر ما كانش عاجبه كلام دكتور فرانكلين وانه بيسيبه ويمشي. وبعدين بنعرف ان بيساني ما رجعتش معاهم للعبه، وانا بنفهم انها ما رجعتش علشان راحت عند أليكس علشان تطلب مساعدته في انهم يرجعوا سبنسر وباقي صحابها من تاني، وطلبت منه يرجع معاهم مره تانيه. وبعدين مارسا واللي معاها بيروحوا المكان اللي موجود فيه يورجن، والمكان كان مليان عدد كبير جدا من الضباع الخطيره المتوحشه اللي مربوطه ولو حد قرب منها هتقطمه نصين في لحظه. وبعدين واحده بتروح عند الدكتور برافيستون وبتضربه بالقلم وتمشي وبتطلب منه يروح معاها، وان مارسا بتفهم وبتروح معاها لانها بتعرف انها هي دي اللي هترشدهم في المرحله الاولى من اللعبه زي الولد اللي ارشدهم في الجزء الاول لما كانوا عند السوق. وبعد كده يورجن عرض الصندوق اللي معاه اللي فيه الحجر وعرف الناس كلها ان اللي هيحاول يقرب من الحجر ده هيموت زي ما قتلت اللي حاول قبلكم وعصرته ما تبقاش منه الا عظمه بس. وان النور بيقطع فجاه لما كان يورجن بيتكلم وبيجي حد بيسرق مفتاح الصندوق اللي كان مع يورجن، ولكن هنا بنعرف ان واحده هي اللي سرقت المفتاح، ولكن دكتور برافيستون بغبائه بيمسكها ويورجن بيقتلها. ولما بترجع مره تانية بنعرف ان ده يكون سبنسر ولكنه رجع في شخصيه بنت، وانه كان بيحاول يسرق المفتاح علشان يعملوا المهمه بتاعتهم وينقذوا جومانجي. وبتيجي مارسا وبتقابل سبنسر، وبعد كده يورجن بياخد الصندوق وبيخلع بيه هو وعصابته قبل ما يتسرق مفتاحه مره تانية. وان سبنسر يتكلم معاهم وعرفهم انه كان زهقان ومش طايق نفسه علشان كده كان لازم يفتح اللعبه ويلعب من تاني، وانه كان نفسه يرجع في شخصيه دكتور برافيستون ولكن للاسف رجع في شخصيه بنت. وهو عمل كده لانه كان وحشه الشخصيه القديمه بتاعته وبيحس بمتعه كبيره وهو في شخصيه دكتور برافيستون، ولكن هو اتفاجئ بعدها انه لما رجع كان في شخصيه مينج الحراميه. وبعدين المرشده بتاعتهم في اللعبه بتروح لدكتور برافيستون وبتعرفوا ان يورجن هيبدل الصندوق مع مجموعه تانية، وده لو تم فكده هيقدروا يدمروا جومانجي للابد وكل الحياه فيها هتموت. وبعدين مارسا ودكتور شيلي بيروحوا ورا مينج على طول علشان يقدروا يسرقوا ثمره جومانجي. ووقتها كان دكتور برافيستون وميلو راحوا يجيبوا جمال واستنوهم بيها، ولكن طلع عليهم عدد كبير من العصابه، وان دكتور برافيستون كان بيتسلى عليهم وهو بيدمر كل واحد فيهم بمنتهى السهوله. وهو كان مستغرب القوه اللي عنده لان الشخصيه دي دلوقتي تكون بتاعت جد سبنسر. ومارسا ودكتور شيلي بينجحوا يجيبوا الثمره بصعوبه، ولكن ضربت فيهم الثمره وشخصياتهم اتبدلت ولكنهم رجعوها مره تانية. وفي الوقت ده كان ميلو اللي هو دكتور فرانكلين كان قاعد بيتكلم مع الجمال بعد ما بقى عارف كل اللغات اللي في العالم للإنسان والحيوان، ما هو بقى عنده مهارة عالم لغويات بقى. وبعدين دكتور شيلي وروبي بيروحوا عند دكتور برافيستون ودكتور فرانكلين علشان يركبوا كلهم مع بعض الجمال ويكملوا طريقهم علشان يقدروا يرجعوا الحجر مرة تانية بسلام علشان يحافظوا على الحياة في جومانجي. وفي الطريق دكتور برافيستون ودكتور فرانكلين بيتخانقوا مع بعض، وطبعا جد سبنسر كان بيتعصب بسرعة ومش بيتحمل حد، علشان كده بينزل وبيقتل دكتور فرانكلين اللي هو ميلو. وبعد كده بيوصلوا عند مكان مليان جذور واشجار عالية وسلالم وممرات شجرية بتوصل بين اماكن عالية مختلفة، وكان لازم يعدوها علشان يوصلوا للجوهرة، ولكن وقتها بيهاجمهم عدد كبير جدا من القرود. ومارسا كانت هتقع وهي ليها محاولة واحدة بس ولكن بينقذوها وبيعدوا بيها بنجاح لنهاية النهاية. وكمان سبنسر كان هيقع ويموت ولكن جده دكتور برافيستون بينقذه في اخر لحظة وبيقوموا يعدوا مع بعض كلهم من الناحية التانية من غير ما يحصل لهم اي حاجة. وفي الوقت ده بيوصل أليكس مع بيساني بعد ما اتحولت لحصان وبيروحوا مع بعض ينقذوهم من الموت. وبعدين بيروحوا مع بعض عند المكان اللي المفروض بيحولوا فيه شخصيات بعض عن طريق الثمرة السحرية، وهنا كل واحد منهم بينط في المية مع الشخص اللي عاوز يبدل معاه الشخصية بتاعته، وكل واحد من الفريق الأول بيرجع في نفس شخصيته بتاعت الجزء الأول بالظبط. وهنرجع نسمع صياح دكتور فرانكلين مرة تانية. وقتها كلهم كان عندهم روح واحدة ما عدا أليكس اللي كان لسه عنده 3، ولكن الناصح قدر يفقد 2 من محاولات الحياة وكده بقى زيهم وما بقاش معاه غير روح واحدة بس نحس من يومه. وبعد كده فريدج وبيساني بيروحوا يقابلوا يورجن ودكتور برافيستون، ومعاه روبي بيروحوا ينقذوا جده، وكمان أليكس راح ينقذ الحصان ميلو قدر ينقذه بنجاح. وبعدين يورجن بيهاجمهم وبياخد منهم من الفريق وبيحبسهم، ولكن بيقدر دكتور برافيستون ومارسا انهم يروحوا هناك يخلصوا الموضوع كله. وبعد كده بيروح عندهم يورجن وهو لابس الحجر في سلسلة في رقبته، وبتقوم بينهم معركة كبيرة جدا، وكان بيحاول يورجن يهرب بالمنطاد بتاعه لكن
بيطير وراه دكتور برافيستون، وبيقدر هنا دكتور برافيستون يسيبه بالثمرة السحرية اللي كانت نقطة ضعف يورجن، وهنا بيموت يورجن على الفور. وبترجع مينج من تاني وهي راكبة على الحصان ميلو، وبتاخد بسرعة الحجر وبتطير بيه وبتوجهه للشمس بسرعة علشان الحياة ترجع في جومانجي من تاني قبل ما وقتهم يخلص والحجر يضيع. وبعد كده قدروا كلهم انهم يرجعوا من تاني لعالمهم الطبيعي، وهم مقررين مش هيرجعوا هناك مرة تانية. وبيخلص هنا فيلمنا الجزء التاني، اتمنى يكون عجبكم. ما تبخلش علينا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام كتيرة جاية قريب، واشوفكم على خير ومع السلامة.